لما تيجي تتعامل مع زملائك في العمل لازم تفرق بين العمل وبين المشاعر. خلي تعاملك بإيجابية. نشر الطاقة الإيجابية عامل مهم جدا، وخاصة لو الشغل بيتطلب جهد وضغط. لازم تكون شخص عملي بعيد عن العاطفة. طبيعي ما تحبش بعض زملائك، الشغل مش مكان للصحوبية والهزار. الشغل أهم من أي علاقات. طب لو حد تطور عليك بالغلط لازم تتصرف بهدوء، كده كده حقك مضمون. لازم يبقى ليك أسلوب كله احترام وتواضع، مش موقف حصل بطريقة غلط هو اللي يطلعك عن شعورك. اوعى تنافس زميلك ونفس غير مشروعك. لو عايز تنافس نافس نفسك. ركز على مهاراتك علشان تتطور. ابعد عن المقارنات، المقارنة بتعمل عداوة. كده كده المقارنة شيء مش أخلاق. خليك محافظ على الخصوصية المهنية، مش كل معرفة يبقى صاحب. لازم تبقى صامت أحيانا. الكلام في العمل بيخلق أجواء بتغير من روح العمل. وما نيجي للكلام لازم الكلام يكون باحترام واهتمام، وتكون ودود. واوعى تدخل في صراع مع زملائك. ابعد عن أي صراع.